السلام عليكم، أهلًا بكم في قناتي هبة من الألف للياء. النهارده عاملة لكم حلو حاجة كده كريمي وخطيرة، إن شاء الله كده وصفة خطيرة هتعجب كل اللي هياكلها. يالّا نسمي الله وندخل على وصفتنا النهارده. النهارده عاملين لقمة الباشا، بس عاملينها فالينيا بفالينيا، للناس اللي ما بتعشقش أي حاجة بالشوكولاتة. أول حاجة هتجيب الصاج اللي هنستعمليه، دي أول خطوة نعملها، ونكب عليها كوباية من جوز الهند، نفرشها بالشكل ده. نيجي بقى نعمل البودنج الفالينيا اللي إحنا هنحط عليها. على البارد هتجيب حلة أو طاسة وتحط فيها كوباية من الدقيق وكوباية من السكر ونص كيلو من اللبن. هدوبهم كده كويس بمضرب ويسك عشان خاطر ما يبقاش فيه أي تكتلات من الدقيق. بعدين أول ما يدوب معايا هشغل النار لحد ما يربط معايا الخليط، يبقى كده زي المهلبية بالظبط. عايزة أقول لكم الوصفة دي خطيرة، اللي لسه ما جربهاش يجربها بطريقتي ويقول لي إيه رأيه فيها. لحد ما الخليط كده تماسك معايا حطيت كيس من الفانيليا وحطيت معلقة من الزبدة يا إما معلقة من السمنة المتواجدة عندك، بتديها طعم. يلا وعلى طول كده هي وسخنة على الصاج اللي احنا جهزناه، عشان كده احنا جهزنا الصاج في الأول اللي فرشنا فيه جوز الهند. أنزل بقى بالخليط وأوزعه وأديها خبطتين كده وأدخلها على التلاجة لمدة 10 دقايق بس تبرد. لو مش مستعجل عليها ممكن تسيبيها بدرجة حرارة المطبخ لحد ما تبرد تماما، ما تبقاش دافية. نجيب بقى الكريم شانتيه بتاعنا، أنا عملت معاكم قبل كده كتير بس أنا كان جاهز عندي. تجيبي كوباية من الكريم شانتيه تضربيها مع كوباية مية متلجة أو لبن، وباحط عليهم معلقتين من السكر واضرب بالمضرب الكهربائي، يبقى معايا كريم شانتيه متماسك بالشكل ده. هاساوي كده السطح وادخلها برضو على التلاجة لمدة 10 أو ربع ساعة، وتقطعيها بالشكل ده لخطوط بالطول وخط في النص بالعرض. كده جهزت معايا. يلا كده بأي حاجة مسطحة، أنا دورت عليها صراحة ما لقيتهاش، حاولت ألف بدي ما رضتش تلف. جبت معايا الفيزا دي، غسلتها كويس ولفيت بيها بالشكل ده، وممكن كمان تلف بإيديكي. كده بتتلف رول، بتبقى عبارة عن طبقات من جوز الهند البودنج الفانيليا وعليها الكريمة. حاجة كده خطيرة وجميلة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. وأنا عملتها لكم قبل كده بالشوكولاتة، لو حابة تعمليها بالشوكولاتة ادخلي على قناتي هبة من الألف للياء، هتلقي وصفة لقمة الباشا بالشوكولاتة. وأنا برص جنب كده في صينية وبيتلف لور بالشكل ده، وبتدخل التلاجة بتتقدم ساقعة خطيرة، حاجة كده كريمي وجميلة. أتمنى إن انتوا تجربوها يا رب إن شاء الله وتقولوا لي رأيكم فيها. وباحاول كده باضبّط على الجناب، لو حسيتيها مش مضبوطة عادي تضبّطيها، هي سهلة التشكيل، بدون فرن، حلو كده سهل وبسيط، ما بيدخلش الفرن، ما فيهوش أي مقادير صعبة، سهلة وبسيطة. دايمًا بادوّر لكم على الوصفات السهلة البسيطة اللي ممكن أي واحدة مبتدئة في المطبخ تعملها. وبكده جهزنا الحلو بتاعنا، أتمنى تجربوه إن شاء الله يعجبكم. شايفين كريمي إزاي؟ حاجة كده خطيرة. كده وصفتنا النهاردة تكون خلصت، أتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم. أشوفكم على خير، وكل عام وأنتم بخير.